نتابع ترند النهاردة. ظهر سعد المجرد في أول ظهور ليه بعد خروجه من السجن، وظهر كمان في ايده الصورة الإلكترونية اللي طبعا كلنا عارفين حكاية الصورة الإلكترونية اللي هي بتتابع تحركاته في المغرب أو في باريس. أنا مش متأكدة هو فين بالظبط عشان ما يخرجش برا البلاد. طبعا كلنا عارفين ان سعد مجرد خرج لغاية حكم الاستئناف بالقضية اللي هو مشهور بيها، او طبعا تعتبر بقت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وده هقول ظهور ليه كان مرح جدا، كان بيحاول يستمتع بوقته، بس للأسف اللي هو اتمنع من السفر. وكمان في صورة إلكترونية في ايده، لو لاحظتوا في الصور هتلاقوا الصورة الإلكترونية دي اللي بتتابع تحركات سعد المجرد على حسب كلام محاميه. وغير كده احنا لسه متابعين ايه اللي هيحصل في القضية، لان اصلا لسه في كلام كتير وحاجات كتير تحقيقات كتير بتبدأ تشتغل. لغاية دلوقتي احنا مش قادرين نقول سعد المجرد مذنب ولا مش مذنب، لان التحقيقات شغالة، لان القضية دي اصلا كانت من 6 سنين اشتغلت وبعد كده قفلوها.